مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين في برنامجكم واي فاي صحماوي في حلقة جديدة، الحلقة الثانية من برنامجكم واي فاي صحماوي. وقبل كل حاجة نبارك للأمة الصحماوية بالفوز بالسوبر العماني، ونقول هردلك للنادي الفنجاوي وحظ أوفر في البطولات القادمة إن شاء الله. انت يا صحماوي، انت البطل انت يا صحماوي. سلام صحماوي سلام، الكاس كاسك. سلام صحماوي الكاس كاسك. سلام صحماوي الكاس كاسك. سلام صحماوي عليك راسك. سلام صحماوي الكاس كاسك. إنجاز يتلو إنجاز. طبعا متعودين احنا لعبتنا النهائيات. طبعا أول شيء شكرا لإدارة ولاعبين نادي صحم على الأداء والنتيجة، والشكر موصول لمجلس جماهير صحم بعد أول مباراة وأول بطولة. خلونا نشوف شارع الرياضي وش قال وش رايه الفريق والجهاز الفني. الفريق كان أحسن في المباراة النهائية في مباراة السوبر، والحمد لله توفق. والله أشوف أنه فريق ممتاز وصاعد وفيه تعديلات. أداء كان جدا ممتاز من نادي الصحم، خصوصا بعد رحيل نجوم كبار من نادي الصحم مثل محسن جوهر وبعض اللاعبين، لكن الحمد لله رب العالمين بعد يعني استدعاء من الأولمبي نادي الصحم أكيد عطى دافع كبير تجربة الشباب. طبعا المباراة الأخيرة كان النادي هو الأفضل، الطرف الأفضل يعني، وأعتقد أخذ كاس سوبر عن استحقاق وجدارة. والله مباراة السوبر كانت جيدة والحمد لله توفقنا في الدقائق الأخيرة من الفوز رغم صعوبة المباراة، طرد من الشوط الأول، لكن الحمد لله. إن شاء الله أتوقع بعد الفوز بالسوبر إن شاء الله أتوقع كحضور جماهير وكإرادة لاعبين بعد حصول كاسين في السنة، أتوقع أداء ممتاز وحضور جماهير أتوقع ممتاز. بعد أنا أعتقد لو ظلوا على نفس النهج والكابتن مصبح، أعتقد خبرة كافية في الدوري بالذات في قيادة نادي السويق، أعتقد أنهم بيحصلوا على أحد الألقاب إن شاء الله. والله إذا ظل على هذا المستوى إن شاء الله إنه بيواصل وبيحقق بطولات. كمشجع صحماوي ومن أبناء الولاية أكيد أتوقع الفوز لنادي صحم. حضور أتوقع ديربي كبير وبداية المباراة وفوز نادي صحم بالكاس كاس سوبر، أتوقع دافع جدا قوي إن شاء الله 1-0 أو 2-0 لنادي صحم. أنا من وجهة نظري صحم أجاز. والله مباراة صعبة لكن إن شاء الله نتوقع أن الأزرق يجتاز المباراة وينتصر إن شاء الله. 3-0. 3-0 حال صحم؟ أيوة. حال صحم ولا حال صحم؟ حال صحم. تأكد؟ يعني بتحضر المباراة؟ يمكن. كيف يمكن؟ أعرف كيف. يلا ما خبروك عنا، ما كلموك عنا. الرجال زرق قدرك مغلوب على أمرك، والله عندنا زرق قدرك مغلوب على أمرك. يلا جمهور يلا، والله وشعارنا زرق وخصومنا بتغرق، وشعارنا زرق وخصومنا بتغرق. عندنا
قايد الدربي شابي الحبيب. العيون تترقب والقلوب تزداد خفقانا باقتراب ساعة الصفر لانطلاق صافرة الحكم في الموقعة المنتظرة بين الجيران صحم وصحار دير الباطنة، أو كما يحلو للعشاق والمتيمين الموج الأزرق والتماسيح. جماهير صحم تحتفل بالعيد ولا حديث لهم في المجالس والجلسات سوى المواجهة المرتقبة مع التماسيح وكيفية الاستعداد لها وما سوف يقدمونه من فنون التشجيع والتقليعات. كلما اقتربت من القلوب الصحراوية وجدتها تخفق بحب أزرقها، ولو تجس نبضاتها لوجدتها تتسارع مع اقتراب موعد المباراة، وكأنها تقول: أيا معشر العشاق بالله خبروا، إذا حل عشق بالفتى كيف يصنع؟ هيهات أن تمشي وحيدا يا صحم، فلك جماهير عاشقة ومتيمة وقطعت على نفسها عهدا أن تكون مخلصة ووفية ومعك دائما أينما كنت. درب الباطنة أشهر من نار على علم، شابه بالحيل. إلى متى ونحتري يا أخي؟ متى تتغير ذي الطريقة؟ قبل كل شيء أنت فاهمين السالفة أصلا؟ ترى هذا احتفاليتنا بالهدف يعني. متى يا شباب نتغير ونغير هالأسلوب في التشجيع؟ متى؟ نبارك للفائز مسابقة الحلقة الأولى من واي فاي صحماوي، والجوائز عبارة عن مبلغ مالي مقدم من وصل للاستثمار، وأدوات تشجيع أيضا عبارة عن زي رياضي صحماوي ووشاح مقدم من مجلس جماهير نادي صحم. مسابقة الحلقة الثانية عبارة عن أفضل سنابة في الديربي أعزائنا المتابعين، ونترياكم في السناب، وهلا في السنابات الغاوية عاد. وفي الختام نشكر وصل للاستثمار ومجلس جماهير نادي صحم على دعمهم لهذا البرنامج، والشكر أيضا موصول لكم أعزائنا المتابعين على المتابعة. ولا تنسون أيضا متابعة الحلقة الماضية واللايك والسبسكرايب والشير with your friend، يعني ترسلها ربعك.